تويوتا بتغش، تويوتا بتتلاعب في النتائج. هل الكلام ده حقيقي؟ وهل شركة باعت أكتر من 11 مليون عربية على مستوى العالم السنة اللي فاتت مصنفة حاليا ضمن أكبر 5 مصنعين مضطرة إن هي تعمل حاجة زي كده؟ خليني احكي لك القصه بالتفصيل شويه. في 26 يناير 2024 الحكومه اليابانيه وجهت تويوتا ان هي تبدا تحقيق في اختبارات الامن والسلامه بتاعت عربياتها، وبناء عليه في 6 اختبارات ل7 موديلات طلعوا ان هم تموا بناء على معايير مختلفه شويه عن المعايير اليابانيه. 4 من الموديلات دي اتوقف انتاجها من سنه 2014 و3 هم اللي مكملين لحد دلوقتي. الموديلات اللي لسه مكمله لحد دلوقتي وكان في مشاكل في اختباراتها هم كورولا اكسيو وكورولا فيلدر، ودول نسختين متقدمين للسوق الاسيوي، ويارس كروس اللي اتقدمت في 2020 لبعض الاسواق الاوروبيه. حاليا تويوتا قررت ان هي توقف تصدير وبيع العربيات دي لحد ما تحل مشكله الاختبارات. علشان تبقى في الصورة برضو أنا حابك تعرف شوية من تفاصيل المشاكل اللي حصلت في الاختبارات. في حالة الكورولا كان في اختبار بيحاكي تصادم الراس بكبوت العربية في الحوادث، فهنا المفروض الحادثة بتحصل على سرعة 35 كم في الساعة وزاوية الجسم بتكون 50 درجة. تويوتا بقى اشتغلت على زاوية جسم 65 درجة، فهنا زودت حدة الاختبار عن المعايير اليابانية. في اختبار تاني بقى بيقيم حالة الرجل والراس بتاعت المصاب بعد الحادثة، وهنا تويوتا نتيجتها كانت بتقول ان مفيش فرق للتصادم من وش العربية اليمين لوش العربية الشمال، ولكن اعترفت انها كانت المفروض تعيد الاختبار تاني بناء على قياسات لنقط معينة في بادي العربية. في حالة يارس كروس كان في اختبار المفروض بيقيس تأثير الحمولة الخلفية على الركاب لو العربية اتعرضت لحادثة. هنا تويوتا استخدمت كتلتين بوزن 18 كيلو، ولكن المشكلة اللي كان فيه تغيير في المعايير بيلزمها ان هي تحط كتلة اضافية كمان مع الحمولة اللي موجودة في العربية من ورا. ولان الاعتراف بالحق فضيلة، تويوتا قررت توضح النقط دي كلها في مؤتمر صحفي رسمي حضره رئيس الشركة اكيو تويودا بنفسه، واعتذر نصا لمحبين العلامه وملاك عربياتها، وقال ان هو هيتابع الاختبارات دي بنفسه. على كل حال يعني العربيات اللي تويوتا اتكلمت عنها دي مش موجوده اصلا في مصر حاليا، فملاك تويوتا تمام، ما تقلقوش من اي حاجه. وبس كده، كنت معاكم اخوكم السويق احمد خالد، اشوفكم في جوله جديده ورحله جديده قريب ان شاء الله، فلتصحبكم السلام.